وأرى الفوضى والخراب يعم فنزويلا، والرئيس الفنزويلي مادورو أراه تحت دائرة التهديد والخطر، وأراه خارج السلطة. ايه يا شيخ، ايه يا شيخ، ربنا يهدي المفتري يا شيخ. ده احنا ما كملناش 48 ساعة والراجل اتخطف من قلب بيته هو ومراته. لا اله الا الله. انت بيجي لك المعلومات دي من الكنترول، بيجيبوها لك من الكنترول صح؟ يا لا حول ولا قوة الا بالله. ما لحقناش الراجل، ما لحقش يا عيني. قوات دلتا نزلت خدت رئيس فنزويلا من قلب بيته وشلحته وخدته على. والمعلم بتاع امريكا ابو حنان ده ما طلعش ابو حنان، ده طلع ابو لهب. نزل عمل العمليه في ثانيه ورجالته خلصوا الموضوع. دي حكمه. هرجنا نتكلم بجد بقى. اهو اللي حصل ده عباره عن جرس انذار. جرس انذار امريكا بتديه لكل الدول وخصوصا الشرق الاوسط. جرس انذار ان امريكا حاطه عينيها على النفط في كل دوله من الدول. كانوا ضربوا العراق قبل كده بحجه النووي، ودلوقتي بيضربوا فنزويلا بحجه الحاجات اللي بيطلعوا حاجات ومش عارف ايه. والموضوع كله في الاول وفي الاخر عشان النفط. امريكا عايزه تتحكم في كل حاجه في النفط في العالم. ده جرس انذار وتحذير لكل الدول وخصوصا الدول العربيه. ربنا يستر من الفتره اللي جايه، ومحدش يقول لي دي توقعات وليلى عبد اللطيف دي بتعلم الغيب. كله متخطط يا صاحبي، كله متخطط.